بُص يا حبيبي باعمل فطير كده جات لي فكرة اللي أنا أعملها عشان خاطر رمضان، فكرة حلوة أوي وبسيطة، يعني هي ممكن من كوبايتين دي، بس أنا طبعًا كنت باعمل فطير فأنا خدت إيه، يعني زي فطيرة كده، هاعمل منها صينية حاجة حلوة، يعني صينية بقلاوة جميلة جدًا، وتعتبر يعني بوايم كده كوبايتين دقيق. بُص يا حبيبي هاقطّعها كده زي إيه، أكبر من الليمونة شوية، هاقطّعها 12 قطعة، هاخد 12 لو عوزت حتة هاحط، لو طلعوا زيادة هاشيلها. أنا عايزاه إيه، أكبر من الليمونة شوية. وطبعًا عقبال ما أخلّص حاجتي أهم حاجة إيه، هاقطّعها كده واسيبها تريّح. فكرة بسيطة جدًا، ويعني أنا وباعمل فطير قُلت كده يعني بدال ما يبقى في زيادة أعمل منه إيه، حاجة حلوة. طبعًا عملت فطير كتير ف فأنا باعمل يعني كتير، يعني مثلًا ممكن زهقانة في غدا والّا حاجة ممكن أعمل فطير. بُص يا حبيبي أنا هاسيبها تريّح عقبال إيه، ما أقطّع بقية الحاجة اللي عندي. وهنا بقى بعد ما ريّحت هاجيب كوباية نشا، وهنا دي أهم حاجة النشا. هنا بافردها النشا دي بتعمل طبق عازل، وفي النهاية بتدّيكِ الفردة اللي أنتِ عايزاها يعني. بُص طبعًا العجينة ريّحت، فأنا إيه باعملها طبعًا بالنشا عشان خاطر هافردهم إيه مع بعض. هتعملي صينية بقلاوة جميلة جدًا، يعني أفكار برضه تساعدنا كده في رمضان. طبعًا هو في أي وقت يعني اللي عايز حاجة حلوة سريعة مش هتكلفه حاجة يعني. هُما كوبايتين دقيق، وطبعًا دقيق ومَيّة، آآ يعني مش مكلفة خالص يعني. هافردهم كده فردة كويسة، وأهم حاجة نفرده النشا ونحطها تاني يعني مش مشكلة، بس أهم حاجة عشان ما تلزقش. طبعًا فكرة حلوة وخفيفة، وهي كوباية نشا يعني إيه تحطيها كده بالراحة هتفرد معاكِ العجينة. واللي هي برضه على الرخامة كده أنا برضه باشيلهم باحطهم تاني يعني، عشان طبعًا هي كل حاجة غليت يعني الله المستعان، على قد ما نقدروا برضه ما نهدروش حاجة يعني. طبعًا إيه أنا بافرد 4، 4 مع بعض، أنا عاملاهم 12 فهافرد كل 4 إيه مع بعضهم. طبعًا فردها سهل جدًا، أنتِ كل ما أهم حاجة العجينة دي تريحيها هتتفرد معاكِ كويس أوي، زي طبعًا ما بنريحوا الفطير كده بالضبط، هي نفس الفكرة اللي أنتِ كل ما بتريحي العجينة بتتفرد معاكِ. أنا كل واحدة طبعًا بافردها باحط إيه، فردة نشا. بُصّي يا حبيبي أنا كده خلاص فردتهم، هانفّض كده برضه إيه النشا واحطهم تاني، عشان طبعًا بتتفرد معايا بكل سهولة، على قد بقى ما تقدري افردي، هتبقى معاكِ شفافة جدًا، وتقلبيها إيه يعني كل مرة تقلبيها على الجنب التاني يعني. وطبعًا إحنا حاطين كمية نشا اللي هي ما تلزقش. بُصّي يا حبايبي طبعًا لسه هافردها تاني، بس أنا باوريكم اللي هي بقت خفيفة جدًا. وإحساسِك حاجة هتلزق حطي إيه طبقة نشا كده صغيرة. الحمد لله رب العالمين. طبعًا البرد مش سايب حد يعني ربنا يعافينا يا رب، ويشفي يا رب كل مريض. بُصّي يا حبايبي بقت خفيفة جدًا، أنا هنا إيه باحط بس طبقة نشا عشان أطبّقها عقبال ما أفرد إيه الباقيين، وبعد كده النشا دي كلها هتنفّضوها يعني. كده باعمل 4، 4 مع بعض. أفكار حلوة وسهلة،
اللي احنا برضو ايه مثلا هنعمله كنافة، هنعمله جلاش وحاجات برضو ممكن ما عندناش بقى كوبايتين دي هنعمله ايه الحاجة اللي عندنا. افكار سهلة جدا وفعلا يعني مش غلبانة، تريحي العجينة هتمشي معاكي كويس جدا. بس يا حبيبي كل حبة كده بعملهم بروح حاطة عليهم حبة نشا وبعد كده ايه هفردهم مع بعض. وتنفضي طبعا النشا وهتعمليه على قد الصينية اللي انت هتعمليها، اروح مقطعين على قد الصينية. بس طبعا الفردة طلعت معايا سهلة وخلاص، هي كده مش هتلزق. انتي بقى في النشا نفضي النشا من عليها، نفضه طبعا النشا حلو. وبعد كده هنجيبه ايه الصينية اللي احنا هنعمله عليها هنقيسه على قدها. طبعا الحتة اللي احنا بنقطعوها دي مش هنرموها، هنحطها برضو في قلب الصينية، بس احنا هنا بنعمله ايه شكل الصينية بس عشان خاطر تطلع ايه شكلها كلها متساوي. بص يا حبايبي طبعا الحتت دي كلها هنحطها في قلب الصينية من جوه، عشان كده انا عملت ايه 12 يعني. طبعا انتي لو هتعملي على قد الفرد بالظبط هتحتاجي طبعا كل ما بتبقى كتيرة مش فارقة يعني. بس طبعا خفيفة جدا. هنعمله جزء من تحت والمتقطع ده كله ايه هنحطه، هتحطي طبعا كمية سمنة حلوة تحت عشان احنا طبعا نزوق من فوق ايه بالسمنة. طبعا سمنة زبدة بقى الحاجة اللي عندك اعملي بيها يعني متوقفيش على حاجة معينة. انا هحط بس ايه كام طبقة كده، طبعا مش هحط لهم سمنة ولا اي حاجة. وبعد كده الحتة اللي انا قطعتها هفردها في قلب ايه الصينية في النص. طبعا احنا منفضين النشا حلو عشان خاطر بصوا ان طبعا النور راح. فانا ايه هكمل برضو عشان خاطر طبعا لسه عندي بشي عايزة اعمله. ربنا يرحمنا يا رب برحمته صراحة. بص يا حبيبي هنا بقى ده الحشو. عندك شوية سوداني شوية جوز هند، وحطيت معاهم معلقة قرفة. انا حطيت سوداني وجوز هند ومعلقة قرفة وزبيب. الحاجة بقى اللي عندك حطي، عايزة تحطي بقى حبة سميد معاهم حطي هتبقى حلوة جدا، بس انا مكانش عندي. يعني انتي مع الحشوة دي لو حطيتي معاها مثلا نص كوباية سميد هتبقى حلوة جدا. بس طبعا انا مكانش عندي يعني، فانا ايه اكتفيت بالحاجة اللي عندي. بعد كده ايه احط بقى بقية الطبقات. طبعا حطيت كل اللي انا قطعته وحطيته في النص. بنفض طبعا النشا كويس عشان خاطر لو في حاجة فيها نشا ولا حاجة، لو حاجة اتقطعت مش فارقة يعني احنا كده كده مش عاجبين. حطيت طبعا كمية العطر اللي بقى عجينة ولا حاجة زيادة كلها تحطيها. هنا بضمهم كده مع بعض وبعد كده اقطعها ايه تقطيع عادي، ممكن طبعا اقطعها بالسكينة، بس انا ايه قطعتها بالقطاعة دي بتاعة البدوفور يعني. هي فيها قطاعة بتبقى ليها مخصوص بس طبعا انا مجبتهاش. فانا عجبتني الفكرة دي قلت ايه اجرب. وطبعا ممكن نقطعها بقى بالسكينة. بس يا حبيبي طبعا هنزوقها بقى ايه بالسمنة. انا هنا عاملة خليط سمنة على زبدة. اهم حاجة بقى ايه تشربيها سمنة كويسة، تاخد معاكي كوباية كده بقى بالظبط، لان طبعا اهم حاجة السمنة. وبتسيبيها كده 5 دقايق ولا حاجة بس تشرب السمنة بتاعتها، وبعد كده تحطيها في الفرن. بس حبيبي بعد ما طلعت طبعا ناشفة وجميلة انها خفيفة قوي. والشربات طبعا الشربات اهم حاجة يكون تقيل. كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية. بس حبيبي الشكل طبعا جميلة جدا ومورقة شبه البقلاوة اللي انت بتجيبوها من برا، بحاجات طبعا بسيطة عملناها. افكار حلوة كده. وكل سنة وانتم طيبين. افكار بسيطة هنعملوا بيها احلى بقلاوة.